السبانخ وما أدراك ما السبانخ. اليوم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نطيبها بطريقه سهله وفي نفس الوقت غنحافظوا على الفوائد اللي فيها. دونك هنايا كنشد السبانخ غادي نقطعها نحطها في شي مقيله بحال هكا، وما تغشمكمش الكميه ديال السبانخ الا كثيره حيت هي دغيا كتهبط وكتولي كميه قليله. هنا درت معها شويه القزبر ومعدنوس، شويه ديال الحامض مصير وشويه ديال الثومه محكوكه. وهنا كنزيد التوابل، زيت الخرقوم البلدي، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الابزار، وغادي نزيد معها شويه القزبر يابس كنديرو ديما في الطياب لانه عنده فوائد عديده. وغادي نزيد شويه ديال الكمون، ما تكثروش بزاف العطريه كيف ما قلت لكم هي دغيا كتهبط وكتولي الكميه ديالها قليله، داكاش ما تكثروش العطريه باش ما تمشيش هذيك اللذه ديالها. فوالا هنا شويه ديال التحميره. وللعلم البنات ما غاديش ندير الملحه كيف ما غتلاحظوا، لان ديجا السبانخ هي فيها الاملاح ومع شويه ديال الحمض المصير، يعني جات هي هذيك حتى في المذاق فاش كليناها جات هي هذيك. يعني الا زدتوا الملحه غادي غير تزيدوا تقفروها وتملحوها بلا قياس. صافي شويه ديال زيت العود، وهنا بديت كنحرك فيها وكيف ما لاحظتوا شوفوا الكميه راه ولات قليله بزاف. وديروها البنات على نار اللي هي مهيله باش ما تمشيش الفوائد ديالها. وملاحظه اخرى، ما تطيبوهاش بزاف باش ما يمشيوش الفوائد ديالها. من بين الفوائد البنات ديال السبانخ انها كتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بحال البوتاسيوم، المنغنيس والمنغنيسيوم، وكتحتوي على حمض الفوليك وكميه كبيره من الحديد. حاولوا تستهلكوها بزاف في الاكل اليومي ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماتيات. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه.